تغيير ارسال رايح بينا كده على الارسال اهو 12-10 وارسال تونس من اعلى اعداد عالي المركز 4 كفر مظبوط على الاهلي وزي ما حضراتكم شايفين تغطيه تاني داخله المغطيه وضربه صحه من مريم بتسقط في مركز 6 مفيش دفاعات عليها لان كل الدفاعات بدايه مؤخره اخر المركز الاهلي 13 قدام حضراتكم ولاد بدايه 10 سنتيمتر واعداد عالي ل3 فينيسنج ودحرجه اماميه من تاني تصل وضرب صح من مريم اعداد عالي ل4 وكره خارج الملعب و14-10 مين على الارسال السنتيمتر مميز الجميل ودي خطوره في استقبال الكره الاولى ودفاعات مستميته من ولاية البداية واعداد قطر الاربعة ومريم المتألقة النهارده بتشوف برضه كرة قوية وكرة مضروبة من رقم 9 بالحمودة بتلمس دفاعات الاهلي التسعة داخل الملعب. مفيش كفر مظبوط على الكرة دي نزلت على الرسالة قدام حضراتكم و10-14 ارسال من اعلى اسهال استقبال جيد واعداد في الخطوط الخلفيه يا سلام يا تهاني واستقبال جيد ومريم بتشوط تاني من مركز 4 واستمات على الكوره تجري على الكوره رقم 3 حسيني رويده مفيش ابدا اخر لحظه بتحاول انها تطلع كوره الكوره طايره الكوره الوقت بتتلعب بالدفاعات الفرقه اللي دفاعاتها جيده على الشبكه وعلى الملعب هي اللي بتقدر تحرز بطوله وانتصارات ومستوى بيبقى عالي. كرة سهلة على طول ودفاعات وضرب صاحب وكرة متبادلة هجمة هنا وهجمة هناك والجمهور بيحيي ومستمتع بالمباراة وضربة صاحبة من تهاني متألقة وبينهي الأهلي الشوط الأول بفرق 15-10. أعزائي المشاهدين طبعا السؤال اللي بيطرحه الموقف الآن هو موقف فرق الرجال في هذه البطولة الأفريقية السابعة للكرة الطائرة. سيادة اللواء سيد عيسى رئيس هيئة المسابقات في الاتحاد الأفريقي والمنطقة الخامسة أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. يمكن في عجالة يهمنا أننا نعرف موقف الفرق حتى الآن بالنسبة للرجال. بالنسبة للرجال الزمالك بيتقدم الفرق بفوز ب4 مباريات عنده 8 نقاط النادي الاهلي 7 نقاط والنجم الساحلي ومولودية الجزائر 6 نقاط الا ان مولودية الجزائر يسبق بنسبة النقاط داخل اشواط لان كل واحد فيهم له 8 اشواط وعليه 7 لكن في داخل الاشواط مولودية الجزائر بيسبق النجم الساحلي. يا ريت نوضح فندم مسألة الاشواط ان هم بيحتسبوا الاشواط ثم يحتسبوا بالنقاط نوضحها. هو اساسا الاحتكام في نقاط الفوز يعني الفائز بياخد نقطتين المهزوم بياخد نقطة فاساسا بنحسب بالنقط الفوز فالزمالك عنده 8 نقط الاهلي عنده 7 يبقى الزمالك يسبق الفريقين التانيين اللي هو النجم الساحلي والمولودية كل منهم عنده 6 نقط في الحالة دي بنلجأ للاشواط اللي له واللي عليه فالاثنين متساويين لهم 8 اشواط وعليهم 7 اشواط بنرجع ندخل في النقاط داخل الاشواط في النقاط داخل الاشواط مولودية الجزائر عنده 197 نقطة وعليه 188 والساحلي النجم الساحلي التونسي عنده 190 وعليه 187. هو الحقيقة أنا عايز أقول للزميل خالد إبراهيم المخرج إحنا معانا الجدول يا ريت نجيب الكاميرا عندنا لأن الجدول زي ما مع سيد عيسى موضح قوي مش عارف هتبان المسافة بعيدة ولا لأ ولكن خلاص حضرتك بقى تقولها علشان مش هتبان معانا في الكاميرا. طيب معلش المولودية زي ما قلت لحضرتك المولودية والنجم الساحلي كل منهم له 6 نقاط متساويين في النقاط بنيجي بالاشواط كل منهم له 8 وعليه 7 في الحالة دي بنلجأ للنقاط داخل الاشواط المولودية عنده 197 وعليه 188 نسبته 1.4% نسبة اللي له
على اللي عليه تطلع 1.4%. النجم الساحلي له 190 نقطة، عليه 187، نسبته 1.1%. يبقى المولودية رابع ثالث والنجم الساحلي رابع. شكرا يا فندم، وان شاء الله نسجل الحديث معاك بعد حدود الشوط. شكرا يا فندم. شكرا. معلش. احداث الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الاول والنادي الاهلي حسم نتيجه الشوط الاول. كابتن ايمن مراد اتفضل. تبدا دلوقتي احداث الشوط الثاني بعد ما فاز الاهلي بالشوط الاول. ونشارك الفرصه قائمه للفريقين، والفريقين بيتمتعوا بعناصر جيده للفولي بول. استقبال جيد واعداد وضرب صاعد تحاطم صد الاهلاوي وكره لمسه ايد دي موجوده وبتصعد داخل الملعب ما عليهاش اي دفاع. تغيير ارسال لا شيء جميل. بدايه ارسال استقبال مريم وتهاني توصل. يا سلام يا سلام يا تهاني، طلع ضربه كره قويه جدا بتلمس حائط الصد وبترتفع لارتفاع عالي جدا في الملعب خارج الملعب. ارسال سوزان صالح اللاعبه الدوليه. استقبال جيد واعداد سريع. حائط صد كاربي ناجح لتاني توصل وواحد لا شيء. ارسال من اعلى استقبال جيد وضرب ساحق من اللاعبه رقم 8 سليمه تصل داخل ملعب الاهلي على ارسال رقم 7 بالعكاس نعيمه. استقبال عالي داخل ملعب بداية كثيرين بيصفر الحكم الأول والكرة لمست اللاعبة رقم 5 بالشعبان. استقبال ودفاعات جيدة تعمل تحركات اهي. استماتة الحقيقة في اللعب وتقديم عرض جيد وتهاني المتألقة على طول بتطلع تخطف فوق سنتر من مركز 3 لقلب الملعب سريعة مفيش فيها مشاكل. ارسال استقبال جيد واعداد عالي من مركز 2 وكفر جيد من مريم واعداد ل4. سوزان على طول بتضرب وضرب صاحب ودفاعات كرة سهلة داخل الملعب ولا بداية واعداد ل2 ما تقدرش تعمل عليها حاجة. ما تقدرش اللاعيبة رقم 14 امرشة تعمل عليها اي دفاع. رشاط قدام خطوة واحد الان الاهلي متقدم 3 لا شيء. مريم على الارسال استقبال جيد واعداد لمركز 4 لرقم 14 وحائط صد جيد من شيماء عادل بتاخد فيها وقت مستقطع اول لبدايه الجزائري. طبعا زي ما حضراتكم عارفين كل فريق له وقتين مستقطع، كل وقت فيهم 30 ثانيه. المدرب فيهم بيبتدي يهدي من لعيبته بيغير من التكتيك وخطه اللعب. وزي ما شايفين حضراتكم الدكتور وديع حمدي عمال يشرح وادي مدرب نادي بدايه شرطه كمان يشرح لعيبته تكتيك او تغليب نقطه ضعف على الشبكه وتسقيط الكور في المكان الفاضي اللي بينفوش التغطيه السليمه في الفرقه. وبتبقى كوتش يعني انا بقول الماتشات الدوليه اللي زي ديت او اي ماتش فولي بول كوتش بيحدد ممكن نتيجه المباراه كانت الفرقه اللي معاه كفر جامد قوي من البدايه الكره الساقطه لان كل واحده اعتمدت على الثانيه مفيش كلمه رايح. 5 لا شيء. مريم مع الارسال ارسال خلص الاعلى استقبال وضرب من المنطقه الخلفيه داخل الملعب. يشاور الحكم الاول خط شاورت لكن هو شايف اكتر لان الحكم الاول هو صاحب القرار الاول والاخير وعلى طول في اعتراض وكارت اصفر. 5 لا شيء. استقبال جيد واعداد لمركز 4 لرقم 14 وحائط صد جيد من شيماء عادل. استقبال
وسوزان في صفات الحكم انطلقت، يعني مفيش اي كلام او اي اعتراض نهائي، مش هيغير قراره تاني. المفروض ارفع ايدي لفوق ويكون في مثاليه. ارسال كرة مزروعة على الشبكة قوي بتعدي، بيصفر الحكم الثاني على طول، بيصفر الحكم الثاني ان الرامر صناعة الالعاب طالعة من المنطقة الخلفية وثبة من اعلى، واخدة الكرة اعلى من حتى العليا للشبكة. استقبال خاطئ، كرة سهلة داخلة ملعب الاهلي، واعداد من منى عبد الكريم وضربة صعقة بترتد للدفاعات الجاية، واعداد سريع لكن ما تلحقش تهاني تعمل عليها حاجة. ادي بايد واحدة سريعة جدا الكورة، ده شيء 7 وعلى الانسان لاعب رقم 10 كابتن فرقة واحد يمدح، واعداد مركز 2 لتهاني، ودفاعات جيدة من مركز 5 وضرب صعب يتم اسعاد الصبر تطلع خارج ملعب النادي الاهلي. المفروض اللاعب رقم 6 متاخر يبقى ودنه وعينيه مع الكوره، ممكن الكوره ما بتتشافش لكن بيسمع صوتها. تهاني تعمل كوره قويه جدا لكن في حاله صد عالي معاها تسقط ملعب الاهلي. كفر ضعيف 2-7 رسالة اعلى استقبال اعداد عالي يلعب جيدة ايضا وضرب صعب مفيش كفر، ضرب بلوك طالع مركز 3 من الاهلي، مفيش تغطية مفيش تغطية، لازم حاله الصد والضرب يكون فيه كفر عليه وتغطية عليه عشان الكرة المرتدة يبقى بعمل منها الكونتر اتاك بتاع الهجوم السريع. وكرة بليسنج من منى، الكرة خارج الملعب، كل دفاعات الاهلي خارج الملعب. 4-7 وقت مستقطع اول للنادي الاهلي، بعد كده في وقت مستقطع للاهلي ووقت مستقطع لولاية بداية 1-1، يبقى كل فرقة لسه ليها وقتين مستقطعين. كابتن ودي حمدي بيشرح منى عبد الكريم بيكلمنا طبعا بيقول ازاي تبصي البلوك وتهربي الهجوم اللي طالع من الاهلي وقعد الصبر، وان هناك الاصرار والعناد من فريق بداية الجزائري. ده وقت الصفقة أيمن فخر الدين مساعد كابتن ودي حمدي، عيلة فخر الدين 3 فخر الدين اللي هو لاعب الاهلي ومنتخب مصر السابق وبيدرب الاهلي دلوقتي، فخر الدين بيدرب نادي اليوبس، وايمن الثالث مساعد كابتن ودي حمدي، وكان لاعب اشهر وممتاز في الفترات السابقة في الشباب. خارج الملعب و4-7 وارسال مريم استقبال، اعداد عالي ل4 لدينا جودة تم الشبك. 5-7 ارسال من اعلى، استقبال جيد واعداد عالي وضرب صاحب خارج الملعب. تغيير ارسال 7-5 لصالح الاهلي. كرة مرتدة ضعيفة ودفاعات سريع 4 وضرب صاحب قوي، وزي ما قلت لحضراتكم شايفين دفاعات مستميتة. بيصفر الحكم الثاني بالكرة خارج عصا الشبكة اللي هو الانتين اللي هو بيحدد ال9 متر وخروج الكرة داخل وخارج الملعب. استقبال ضعيف، كرة سهلة داخلة الاهلي واعداد ل4 وضرب في الشبكة. اولا الكرة قصيرة مفيش تفاهم، المفروض اللي انا بقوله بالاشارة ان الكرة دي سريعة C1 عشان يبقى اللاعب داخل او اللاعبة داخلة اسرع واقوى على الشبكة. استقبال واعداد وبليسنج بيغطوا كويس قوي على فكرة، بيغطوا كويس قوي في الملعب وحافظين كل بنت فيهم حافظة بتعمل ايه في قلب الملعب. الشبكة تغيير ارسال
ارسال عالي واستقبال وضرب بالخطوط الخلفيه. يا سلام يا تهاني، تطلع تخلص من ورا وقدام، مستوى عالي، ضربه كوره قويه جدا وبستايل في مركز 6 مكان فاضي. 8 واستقبال واعداد كوره بليسن واعداد قطر الاربعه، ومريم بتشوف كوره قويه. برافو يا مريم، كوره معدوده قطر مظبوطه، مريم طالعه راكبه وفتحه دراعها ويسند ايديها على الكوره، مضروبه الكوره بقوه. كل كوره ما تكون مضروبه بقوه كل ما يكون تاثيرها اكتر في الدفاع وانها تجيب نقطه اكتر. كوره سهله داخله تاني تستقبل واعداد الاربعه، ومريم مره ثانيه وكفر جيد وبليسن وكوره ساقطه وتعمل عليها رقم 9 دفاع الحمود ده ما يقدرش يعمل عليها حاجه في المسجات 9 دقائق ملعب بدايه الجزائري. 10 6 واعداد، واول بنت بتعمل تخش اللاعبه رقم 12 وبتلف اللاعبه رقم 9 من وراها تحاول تهرب من حائط الصد. تغيير دخل اللاعبه رقم 3 حسين رويده وطلع اللاعبه رقم 7 بالعباس نعيم. ارسال فلوتر واعداد عالي لاربعه، ومريم بتشوط الكوره بره شويه، لمست الانتن عصا الشبكه خارج الملعب ونقطه. 7 10 وتهاني متألقة. برافو يا تهاني. ثاني يوم في كأس العالم طلعت تهاني ثالث أقوى ضاربة ثالثة على مستوى اليوم دون، وأشاد بيها كل خبراء تمرين الكرة الطايرة في اليابان. ضربة صحيحة لمريم عملها بعقل قوي في مركز 6. 11-7 لصالح الأهلي. وعلى إرسال منى عبد الكريم صناعة ألعاب الأهلي ومنتخب مصر، وإرسال مؤثر نقطة. 11-7 قدام حضراتكم. الحكم بيصفر ولاد بتاع الكور بيقول الكورة من خلفه ووقت مستقطع أخير فريق الدوري الجزائري كده يكون الثالث ويكون مستقطعين الكورة ويلعب على التغييرات. النتيجة 11-7 قدام حضراتكم. الأهلي فاز في الشوط الأول 15-12، الشوط الثاني متقدم 12-7، ونقول بطولة مبكرة لفريق الأهلي لأن بعد فوزه على الهلال في المباراة صفقة قوية 3-2 قدر إن هو يسيطر على البطولة ويضمن المركز الأول وتبقى البطولة الرابعة بالنسبة ليه في كأس كؤوس أفريقيا. ولو فاز الأهلي رجال فاز بيه قبل كده مرتين تبقى البطولة الثالثة هيتحدد الكلام ده إن شاء الله يوم الجمعة مذاع على الهواء إن شاء الله الساعة 5 الزمالك والأهلي. ضربة سحقة كفر تغطية جيدة وضرب سحق قوي ودفاعات جيدة أيضا وكرة مرتدة خارج الملعب. تهاني بتلمسها لكن خارج ملعب الأهلي. تغيير الإرسال و7-12 إرسال من أعلى خارج الملعب للعيبة رقم 12. إرسال سوزان واستقبال جيد، إعداد سنتر لمركز 3، كرة مرتدة أيضا وعائد سات. طلع تهاني المتألقة مع كابتن بداية رفاعي ليندا تلمس الجاب تطلع خارج الملعب. و13-7 وإرسال كلوتر خارج الملعب. بتحاول سوزان انها تحطه على الخطوط الخلفيه تلعب بمسافه قصيره جدا. تغيير وزي ما قلت لحضراتكم مدرب البدايه دلوقتي بيلعب على التغييرات. استقبال واعداد عالي وضرب
مرتده ما تلحقش تهاني ولا مريم يعملوا عليها اي دفاعات. خارج الملعب على السله لاعبه رقم 3 رويده ضعيف ده حاجه اماميه وكان كسر متالقه طلعت كره جزعاء على طول تحط كره في مركز واحد قويه تكسب الارسال. مريم رقم 2 على الارسال 13 8 تمويه ودفاعات جيده وتاني تركيبه بتعمل في ولايه بدايه وكره داخل الملعب في مركز واحد ملعب بالكبير بعيد عنها خالص. تركيبات على الشبكه بيقدر الهجوم انه يفتح الثغرات والدفاعات على الشبكه. ارسال في الشبكه في وقت صعب جدا نتيجه 8-13 يعني البدايه بتحط الارسال في الشبكه تبين ارسال مهاره هجوميه عاليه جدا لابد الاهتمام والتركيز العالي عليها في الاوقات الحرجه وضربه سحقه قويه من حموده كل دفاعات الاهلي بتصل في الملعب. ريحه لايمه على الارسال رقم 6 تعاد تاني كفر وضرب سحق قوي لدينا جوده. برافو يا دينا. تغيير ارسال مره ثانيه شيماء عادل على الارسال. ارسال فلوتر منور واعداد لمركز 4 وضرب سحق قوي خارج الملعب وتباطئ الحكم الخط في اعطاء الاشاره فبيرفع الحكم الاول بامين لاعلى لاعاده الكوره مره ثانيه. استقبال خاطئ و 14 8 الشوط الثاني لصالح الاهلي. وارسال استقبال واعداد عالي لمركز 4 ومريم بتطلع كوره جميله جدا من مركز 5 ودفاعات جيده واستماته ورايحين راح على الكوره اهي مرتده عاليه في اخر الملعب حطها طول التاني بيها الشوط. دينا جوده 15 8 وكده يبقى الاهلي 2 لا شيء. الشوط الاول 15 12 والشوط الثاني 15 8 وبينتقل الاهلي للملعب. انا شايف في كارت اصفر ضد احدى لاعبات الجزائر في اخر جم اعترضوا على ان الكوره اوت او ان فالحكم الاول هو بيدي لفت نظر الحكم الاول طبعا لان المفروض ان ما دام تم اشاره واضحه ثابته من الحكم فما فيش احتجاج او مساءله او استفسار عنه. العميد احمد بكر مدير الصاله المغلقه للنادي الاهلي والمسؤول عن التنظيم في هذه البطوله. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اولا بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين على كل بطوله وان شاء الله تكون برضو عند حسن ظن الناس والتنظيم الجيد اللي اتعودنا عليه. طيب نقول اولا هذه الصاله بتسع قد ايه؟ حوالي 3000 مشاهد. نقول التنظيم بقى واستعداد هذه الصاله للبطوله. طبعا جهزنا الملعب بتاع كرة الطايرة على احدث حاجه يعني على الحاجات الدوليه اللي بتطلبها في المباريات الدوليه اللي زي المساحات بتاعت الملعب والاولاد اللي واقفين حوالينا. شايف كمبيوتر والكمبيوتر موجود عشان السكاوتنج بتاع المباريات يعني كله الحمد لله ماشي. نقول يا فندم احساس الفرق المشتركه معنا في هذه البطوله من حيث التنظيم احساسهم ايه؟ احساس جميل جدا لانه مفيش مشاكل حصلت اثناء البطوله دي من حيث الاقامه ومن حيث المواصلات والتنقلات من حيث حتى الفسح كمان الناس الفريق بتاع المغرب بورسعيد الحمد لله يعني. هل هناك اي عقبات حتى الان في البطوله؟ هو الحقيقه مفيش اي عقبات بس الاهلي اتغلب امبارح. ان شاء الله النهائي ما بين الاهلي والزمالك يوم الجمعه. المهم ان فرقه مصريه والبطوله تظل في القاهره وتمنياتنا طبعا للنادي الاهلي ونادي
الزمالك بمباراه جيده ان شاء الله يا كابتن ياسر. مباراه كويسه وبرضه الاهلي يكسب. شكرا. يستعد الملعب الآن لبداية الشوط الثالث. الحكم بيخش الفريقين للملعب. فاز الأهلي بالشوط الأول 15-12، بالشوط الثاني 15-8. هنشوف وقت مع بعض احداث الشوط الثالث وتصميم للنادي الحكايه الجزائري. بيراجع الحكم تاني بوزيشن موقف كل فرقه وموقع كل لاعيبه حسب الورقه اللي بتسلم للحكم الثاني وبتسجل في السكور شيت، مسجل عليها وقف كل بنت في الملعب عشان يبقى الملعب منضبط ومبقاش فيه اخطاء ورونج بوزيشن. ابتدى الارسال من بدايه واعداد وكره مسقطه ودفاع جيد ومريم بتشوط قاعد الصد خارج الملعب. ده شيء جميل. ارسال استقبال وفي احصائيه سريعه بقولها لحضراتكم اللي بيبدا الهجوم دائما من الدفاع الكره الطايره. واثبتت الاحصائيات اللي عملها الاتحاد الافريقي ان الضرب الصح اكثر منه عند السيدات من الرجال اثناء المباريات، حيث ان متوسط ارتفاع الايد فوق الحلقه العليا للشبكه بيصل لحوالي 5 سم و77 في الوقت الذي يكون في عند الرجال 2 سم 97. واضعين في الاعتبار طبعا فارق ارتفاع الشبكه بين الفرقتين وبيبقى حوالي 2 سم 80 بين السيدات وبين الرجال، وده بيفرق في الهجوم وفي الدفاع للرجال وللانسات. ارسال من اعلى، استقبال جيد واعداد كره سي المركز 4 لتهاني، الكره اللي هي السريعه وبليسنج وتغطيه واعداد تهاني تضرب من 3 وزي ما حضرتك شفت المره اللي فاتت ضربت من 4 والراجل من 3 وبتحاول انها تهرب من حائط الصد لولاد بجايه وكره سهله داخله واعداد سهل ل4 وتغطيه ضعيفه تصل الكره داخل الملعب بجايه الجزائري. و1-1 تعادل. ارسال خارج الملعب، سوزان صالح تحاول توجه الكره على الخطوط الخلفيه. رقم 14 ارسال امروشة نبيله حائط صد ولمس شبك. صفر الحكم الثاني جميل تريكي من تونس. وحكمنا النهارده حكم الاول عبد المجيد بوجراد وحكم ثاني جميل تريكي، مسجل عبد الحميد محمد علي ومسجل احتياطي محمود حسني. وضربه سحقه قويه وكره بكلمه الايد خطفها منى وضرب من الخطوط الخلفيه واعداد قطري عالي ودفاعات مستميته زي ما حضراتكم شايفين اهو. وتاني على طول بتطلع تعمل دفاع عن الكوره، هجوم جامد وشايفين الحقيقه ضربات متبادله ودفاعات متبادله ويعني كره طايره واعداد عالي ل3 وتاني بتسقط وكفر مظبوط على تغطيه على 3 من ولايه بجايه ودحرجات وتاني على طول كوره بتتشرب بايدها الشمال وفوق الصف بره الملعب. سوزان صالح عامله عليها تغطيه كويسه موصلها لحد بره الملعب. و2-1 لصالح الاهلي. مريم استقبال ضعيف وكره سهله تخش ملعب الاهلي على طول. كره الاتاك ده بيبقى سريع واعداد اهي كره سريعه سنتر
مركز 4 تقطع عليها دنيا جودة ودفاعات جيدة ايضا. وتهاني على طول، برافو يا تهاني، برافو يا تهاني. رقم 10 قاعدة على الارض زعلانة وحماس. رباحي ليندا كابتن الفريق بتضرب الارض بايديها لانها ما قدرتش تجيب كورة تهاني. دفاعات خاطئة، اتنين داخلين على بعض، و4-1 لصالح الاهلي. الشوط الثالث قدم الاهلي 2 لا شيء. مريم ارسال، استقبال جيد المره دي، وكره مسقطه خلف حائط الصد ما تلحقش مريم تعمل عليها اي دفاعات. كره خارج الملعب على طول. حموده رقم 9 على الارسال، ارسال من اعلى، استقبال من مريم. تاني على طول بتحط كرة بعقل في مركز 1، واعداد عالي لمركز 4. واعداد عالي، سوزان عامله دفاع كويس قوي على الكرة اللي فاتت. برافو يا سوزان. الكرة 4 لمسات، 4 لمسات بيشاور الحكم الاول على طول، بيدي الاشاره بالاربع صابع فوق لاعلى، اشاره واضحه مفيش فيها كلام. تهاني على الارسال، وقت مستقطع لفريق بجاية الجزائري. والنتيجة زي ما قلت لحضراتكم 4-1 الشوط الثالث. وزي ما اتكلمت مع حضراتكم بقول كل ما الدفاع عالي في الملعب سواء عن الشبكة او دفاع الملعب، كل ما بيكون فيه هجوم مضاد اقوى ومكسب وتقدم في اللعبة. الفرقة اللي عندها دفاع عالي بتقدر انها تتحكم في الشبكة وبتقدر تجبر الخصم على الضرب الضعيف او الكرة المسقطة خلف حائط الصد اللي بيتعامل منها كونتر اتاك وتركيبات سهلة، خاصة لما يكون الارسال مع الفرقة اللي دفاعها عالي. ارسال من اعلى عالي ودفاع، كرة عالية وضرب قوي في مركز 5، ما تلحقش اللعيبه رقم 12 تعمل عليها اي دفاعات. و5-1 ارسال من الاعلى. تاني ارسال تكتيكي، لان الارسالات قلنا بتنقسم الى عده اقسام. ارسال تكتيكي اللي هو موجه على الرمر او موجه على مكان فاضي في الملعب او موجه على 2 لاعبين قريبين من بعض او لاعب ضعيف. وارسال هجومي قوي اللي هو الارسال السبايك او الارسال الهوك او الارسال التنس اللي بيستخدم فيه الجذع وعضلات الجسم كلها، ده بيبقى ارسال هجومي. والارسال التكتيكي اللي هو بيبقى موجه وفي دقه في التصوير، بليسنج واعداد عالي وبليسنج تاني ما تلحقش تهاني تعمل عليها اي دفاعات. هنا بيفرق الكمبيوتر اللي بيعمل احصائيات جميله للعبه، لان الحركه بدون كره بتصل من 75 الى 80%، وهي عباره عن الاقتراب والجري والقفز. لانها بتصل نسبه الحركه بدون كره الى 21 و75 للضاربه الرئيسيه، و25 و55 لصناعه اللعب. فيجب في الحالات دي على المدرب التركيز خلال التدريبات بتاعته على الحركه بدون كره. وعاده بيكون زمن المباراه بالنسبه للسيدات اقل منه كتير للرجال، وتتابع الكره في مباريات السيدات بيشمل على هجوم مضاد اكثر مما يتطلب زياده تدريب صناعه اللعب على الاعداد للهجوم المضاد باستمرار. كره خارج الملعب ومتقدم الاهلي 6-1، وراح على الارسال اللاعبه رقم 1 نبيله. استقبال جيد واعداد مراكز الخلفيه وضرب صح قوي لتهاني. يا سلام يا تهاني، تألق دفاع واستقبال وتغطيه وهجوم من الخطوط الخلفيه والاماميه. والحقيقه كانت سوزان و تهاني كان عندهم ادوانس حاده، بنقول سلامات ليهم الاثنين. وتغيير
لنادي بجاية. بنقول ان الكرة الطايرة لعبة رياضية حديثة، بنقول لحضراتكم كده في معلومة مشوقة انها حديثة اوروبية المولد امريكية النشأة، عرفت في نهاية القرن التاسع باسم فاوست بال. قام بتطويرها ويليام مورجان مدير الرياضة بجامعة اليوك الامريكية عام 84. ليقدر رجال الاعمال انهم يرفعوا عن نفسهم ويقدروا انهم يزاولوها، ويعود الفضل في صنع الكرة الحالية والشبكة المستعملة حاليا. تغيير ارسال، واقول لحضراتكم واكمل لحضراتكم المعلومة الظريفة دي للسادة المشاهدين والمستمعين. دفاعات بتلمس ايد اللاعبة رقم 5 شيماء عادل وبتطلع خارج الملعب. لاعبة رقم 2 على الارسال سليمة، وكرة بليسنج ودفاعات جيدة، عاملين كفر كويس قوي قوي، واستقبال ضعيف بترتد من حائط الصد لاعبة رقم 3 منى عبد الكريم، ودفاعات جيدة ايضا ما بتلحقش، محاولة جيدة للاعبة رقم 12 ما بتلحقش، بتطلع الكرة خارج الملعب. 7-2 لصالح الاهلي، وارسال من منى واعداد كرة سهلة وضعيفة خارج ملعب النادي الاهلي بياخد بيها نقطة. 8-2. ارسال من اعلى، استقبال، ضرب ضعيف في الخطوط الخلفية، وكرة سريعة على طول. يا سلام يا سلام، كرة سريعة جميلة مضروبة من تاني توصل، وثنائي جميل من منى عبد الكريم وتهاني، وارسال استقبال خاطئ مرتد سهل، وكرة سهلة وبتتألق. برافو يا تهاني، برافو، بتضرب في التاتش، كرة بتلمس ايد حاط صد بداية وبتطلع خارج الملعب. ارسال من اعلى مرتد، تطلع على طول. برافو برافو يا سوزان، برافو يا سوزان، طالعه كوره مرتده بتطلع برزق ايديها تخطفها داخل الملعب على طول. في وقت سوزان ومريم وتهاني 3 اطوال على الشبكه يعملوا حاجه صد كويس قوي. تهاني بتعد 4 ومريم شوطه جامده في مركز 5، واعداد سنتر ودفاعات جيده. يا سلام على الخبره، خطه تهاني على طول بتحط كره بظهرها ودفاعات. ارجلات ارجلات دي موجوده، ما قدرش يعمل عليها اي دفاعات. تغيير، يحاول قدر المستطاع مدرب بجاي الجزائري عمل تغييرات وامتصاص هجوم الاهلي وحماس الاهلي، يمكن يقدر انه ياخد شوط او يعمل حاجه، لان الحقيقه بقول مستوى عالي من بجايه وخبره ومستوى عالي جدا من الاهلي، وضربه ساحقه من تاني توصل، واستقبال خاطئ من لاعبه بجايه، والحموده بتلمس ايديها وبتصعد داخل الملعب. و11-2 ووقت مستقطع اخير لفريق بجايه. وبقول لحضراتكم بعد كده قدر الفريد هيلست يغير طريقه اللعب ويجعل الكره تتلعب في الهواء وما يسمحش لا يسمح لها بالسقوط الى الارض، فسميت للسبب ده بالكره الطائره. يبقى مولد الكره الطائره اوروبيه، لكن اللي قدر يطورها ويمشيها ويليام مورجان وبعدين الفريد هيلست. انتهى الوقت المستقطع ودخلوا الفرقتين للملعب. و11-2 لصالح الاهلي اللي مسيطر على مجريات اللعب على الشبكه، هجوم ودفاع. وعلى الارسال سوزان صالح، ارسال تنس من الاعلى واستقبال عالي جدا وضرب ساحق ودفاعات ضعيفه من سوزان ما تقدرش تعمل عليها حاجه. تغيير ارسال، وهي 3-2-11. وعلى ارسال اللاعبه رقم 14 نبيله، وكره مرتده تطلع رقم 9 بالحموده بتخطف على طول برزق ايديها
و3-11. الاهلي بيستقبل هنا ب4. كرة خارج الملعب. دينا جودة متابع الكورة وخبرة عالية. مريم مجدي على الارسال. ارسال من اعلى. كرة سهلة وضرب صاحب خارج الملعب. ومن الاحصاءات الطريفه اللي بتعملها الكمبيوتر، عائله عبد الكريم الفولي بول اللي بيشتركوا في البطوله، عائله عبد الكريم اللي موجوده دلوقتي بتشارك في البطوله، منى عبد الكريم كابتن مصر، ومحمد عبد الكريم كريبو مهاجم الاهلي القوي المعروف، والاخت الثالثه لعائله عبد الكريم يسرى، وكذلك عائله عبد القادر. 2 في الاهلي موجودين، خلود عبد القادر واللاعبه الثانيه اختها اللي هي اصغر منها سنا، ومفارقات وفرائض كثيره موجوده في البطوله. عائله مصلحي، هاني مصلحي لاعب ارتكاز في الاهلي مركز 3، ومحمد مصلحي من اقوى الضاربين، الاثنين اشقاء. الجزائر ايضا بتوجد فيها عائله عجول سعاد وكيتا وعمرها 15 سنه، ودي اصغر لاعبه في البطوله. ارسال من اعلى 12-3 لصالح الاهلي، وضرب من الخطوط الخلفيه. تهاني متالقه، كره قويه جدا بتلمس الشبكه وبتسقط داخل دفاعات مركز 6، مفيش اي دفاع عليها. كذلك عائله مجدي اللي فيها دلوقتي مريم بتلعب في الملعب، ورامي اللي بيقول عليه المدرب بتاعه ابراهيم فخر الدين لاعب قوي جدا وامكانياته عاليه جدا، والاثنين كانوا بيلعبوا نادي مدينه نصر وانتقلوا للاهلي في الموسم دوت. طول قامه وقوه جسمانيه للاخت وللاخ. 3-13 وارسال الاهلي. على ارسال صناعه العاب الاهلي منى عبد الكريم. ارسال وكره مرتده سهله للاهلي. مريم بتستقبل كره قصيره على طول، ودفاعات جيده، وكره سنتر وبريسنج. ما تلحقش مريم تعمل عليها حاجه، عامله دايف لكن بتلمس الكره ايديها تطلع خارج الملعب. تغيير ارسال، وعلى ارسال اللاعبه نبيله استقبال كره خطا، استقبال خطا من الاهلي من منى، واستقبال جيد ودفاعات مستميته ما تلحقش تعمل عليها دينا جوده اي دفاع. كره سريعه واخده الشبكه ونازله بزاويه حاده للملعب. 4-13 قدام حضراتكم لصالح الاهلي، وضربه ساحقه على طول خارج الملعب. بتحاول منى تاخدها بايديها الشمال، لكن هارد لك يا منى. ارسال، استقبال جيد واعداد للخطوط الخلفيه، ودفاعات جيده ايضا من الخطوط الخلفيه لولاد بدايه، ودفاعات ايضا لكن بتلمس ايد بن حموده رقم 9 بتطلع بره الملعب. تغيير ارسال، دينا جودة على الارسال رقم 13. ارسال فلوتر خلفيه الملعب، واعداد سنتر، وكره سهله داخله ملعب بدايه، لكن بيشاور عليها الحكم الثاني خارج الملعب، واقرب واحد للكوره، الكوره نازله في ناحيته. ارسال في الشبكه، وقت صعب قوي قوي. تغيير ارسال للاهلي، وعلى ارسال منى عبد الكريم صناعه العاب الاهلي ومنتخب مصر. ارسال واستقبال جيد واعداد عالي للرفعه، وضرب ساحق متالق من رباحي كابتن الفريق، وضربه ساحقه ايضا من تاني قسم بتلمس ايد اللاعبه رقم 14 حسين الرويده، وبتطلع خارج الملعب. 14-5 لصالح الاهلي، وضربه ساحقه خارج الملعب، وينتهي الشوط الثاني
15-3-4 ويفوز الاهلي بالبطوله السابعه لكاس كؤوس افريقيا. مبروك للاهلي وهارد لك لبدايه الجزائري المتالق ايضا. و سيداتي انساتي سادتي، احييكم من الصاله العملاقه النادي الاهلي التحفه الرائعه المعماريه، واول مره احييكم والى لقاء اخر ان شاء الله يوم الجمعه بين الزمالك والاهلي في نهائي البطوله الافريقيه. والسلام عليكم.